العلاقات المصرية المغربية كما تعلمون حضراتكم جميعا هي علاقات أزلية مصرية مشتركة، فهي تمتد لقرون طويلة. عندما تزوج الملك المغربي يوبا الثاني الأميرة المصرية كليوباترا ابنة الإمبراطورة كليوباترا المشهورة، وأسس مكتبة خاصة به تشابه مكتبة الإسكندرية الشهيرة، حتى اقتنى منها كثيرا من الكتب الشهيرة في مكتبة المغرب. وإن هذه العلاقات أدت إلى اعتبر بعض الجغرافيين المغاربة أن مصر ضمن البلاد المغربية، وقد وضح ذلك في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. أيضا اتفق المؤرخين على تعريف حدود المغرب بأنه الأراضي التي تمتد بين غرب مصر إلى المحيط الأطلسي. وتعد مدينة الإسكندرية هي الحد الفاصل بين المغرب والمشرق، وكانت لها مكانة كبيرة في قلوب الإخوة المغاربة حتى أطلقوا اسم الإسكندرية المغرب على مدينة الرباط. ولا ننسى الرموز الصوفية التي شدت رحالها إلى مصر، أمثال الشيخ عبد الرحيم القناعي الذي حضر من المدينة السبتة المغربية إلى الحجاز ثم صعيد مصر واستقر بقنا، وكلنا نعرف ضريح الشيخ عبد الرحيم القناعي في قنا. كذلك الشيخ أبو حسن الشاذلي الذي استقر في مدينة الإسكندرية، والشيخ أحمد البدوي الذي ولد في فاس المغربية وانتقل إلى طنطا حتى عاش فيها حتى انتقل إلى رحمة الله ودفن في مدينة طنطا. ولا ننسى أيضا أن هناك أحياء كثيرة في مدينة القاهرة تتمتع بأسماء القبائل المغربية، أمثال البطنية وزويلة والبرقية، وذلك من خلال الحجيج المغاربة الذين كانوا يتوقفون في مصر خلال رحلة الحج واستقرون فيها حتى يرافقون كسوة الكعبة الشريفة التي كانت تصنع في مصر حتى عام 1961. وما زال الأزهر الشريف يحتفظ بباب المغاربة ضمن أبوابه 22، وكذلك هناك حارة تسمى حارة المغاربة في حي من أحياء القاهرة، هو حي باب الشعرية الشهير.